عدت يوم ظروف تحبطني ولا صوت عالي بيسكتني، انا صوتي اللي لف الدنيا ولسه بيعلى وينادي. بدايتي وكانت كده، بقيت في سنين كل ده. ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليون مبروك طبعا النهارده للأهلي. كلنا طبعا مبسوطين النهارده بالمباراة اللي هو أداها النهارده والنتيجة الإيجابية الجميلة النهارده 3-0. أعتقد إن مباراة جميلة جدا جدا جدا، ومليون مبروك للنادي الأهلي، ويا رب إن شاء الله بإذن الله يوم السبت نعمل مباراة جامدة وعالية مع سياتل الأمريكي في ربع النهائي إن شاء الله بإذن الله، ونوصل لمباراة قبل النهائي. طبعا النهارده المباراه كانت جميله جدا، اللعيبه كلها ادت اداء على مستوى رائع جدا جدا، وكان النهارده شكلهم حلو في الملعب، وكان الضغط العالي فعلا ده اللي عودنا كولر عليه في المباريات الكبيره اللي زي ديت، ونتيجه كويسه جدا جدا. طبعا النهارده التشكيل النهارده كان مثالي. في البدايه كلنا توقعنا طبعا التشكيل المثالي اللي هو بيلعب بيه دايما، بس يمكن انا كان يعني عندي ملاحظه بسيطه طبعا النهارده كان في المباراه، ان انا كان في دماغي ان كان ممكن النهارده يلعب مروان عطيه في نص الملعب، لكن طبعا هو بدأ بحمدي فتحي، وده كان شيء كويس على فكره، وفكره فعلا طلع مظبوط، لان حمدي كان بيكمل مع ورا المهاجمين على طول، وفي نفس الوقت كان نص الملعب النهارده كان بديانج يعتبر ما شاء الله، يعني ديانج النهارده كان يعتبر بالنسبه لي انا نجم المباراه، طبعا بالاضافه لحسين الشحات ولمحمد هاني والمعلول ولاحمد عبد القادر طبعا. لا النهارده الفريق كله كان مكتمل بامانه يعني، وادوا مباراه جامده جدا جدا جدا، ويا رب ان شاء الله باذن الله في اللي جاي يبقى احسن باذن الله، نكسب ان شاء الله باذن الله سياتل الامريكي، ونعدي المرحله بتاعت ربع النهائي، ونلعب باذن الله في نص النهائي ان شاء الله باذن الله، ويفرحونا دايما ويفرحوا جماهير الاهلي وجماهير مصر كلها ان شاء الله باذن الله. طبعا نتمنى تشيروا الفيديو وتدعمونا باذن الله، يعني بنطلب منكم الدعم والمشاركه والشير، وتصبحوا على خير.